واش بصح الجزائر بعث الماتش في الملف ديال الصحراء الغربيه ولا غير هضره ديال الفيسبوك؟ فهاد الشيء اللي غنشوفوا في هاد الفيديو غنكتشفوا الحقيقه ديال هاد الهضره هادي، واش كاين ولا ما كايناش، وغنكتشفوا شنو كيوقع ورا الكواليس ديال الامم المتحده. في السنوات الاخيره مجلس الامن ولا كيطرح واحد الحل عملي ومقترح اللي هو الحكم الذاتي، وما بقاش كيتطرح موقف الاستفتاء، وهذا الشيء خلى الناس يقولوا ان الجزائر دارت خطوه للور. فرسميا الجزائر ما بدلاتش الموقف ديالها تجاه الصحراء الغربيه، بقات مصره وبقات مسانده بوليزاريو، وما كاينش شي تصريح ولا شي وثيقه كيأكد على ان الجزائر قبلات بالحكم الذاتي ولا تراجعات على دعم البوليزاريو. كل شيء بقى كيف ما كان، ولكن الخطاب الدولي تحول للمغرب. كان دعم امريكا للحكم الذاتي قوي بزاف، بحيث كانت هي الدوله الاكبر في دعم الحكم الذاتي بالنسبه للمغرب. اسبانيا قلبات الطاوله ودعمات المشروع. دول افريقيه وخليجيه فتحوا قنصليات في الداخله، وهذا الشيء كله خلى ان كل شيء يقول بان الجزائر فقدت النفوذ ديالها في هذا الملف. الجزائر كتعتبر الصحراء ملف استراتيجي وكتصرف عليه فلوس صحيحه بزاف، يعني ما غاديش تبدل الموقف ديالها ما بين ليله وضحاها، وما غاديش دير اتفاق سري على حساب السياسه ديالها. والخلاصه هي ان الاشاعات مخطوطه، الجزائر ما باعتش الماتش وما تنازلاتش على موقف ديالها، بل المغرب اللي قوي ومجهد دبلوماسيا، والعالم كامل بدا كيميل ان الحكم الذاتي هو الحل الامثل والحل المناسب. فإلا بغيتي فيديوهات على السياسه ولا التاريخ او تاريخ المغرب وفيديوهات قصص، ما تنساش خلي معاك ديك المتابعه وتبارطاجي الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد.